لو من اول السنه ما ذاكرتش وحاسس انك في ورطه دلوقتي عشان وقت الميد ترم جه، احب اقول لك ما تخافش، انت مش لوحدك. والنهارده هنتكلم سوا عن ايه هي اهم الحاجات اللي لازم تعملها قبل الميد ترم علشان تحصل اكبر قدر من المعلومات اللي انت ما ذاكرتهوش، وكمان عشان المعلومات دي تفضل معاك لحد وقت الفاينل وما تتنسيش. فمن غير رغي كتير عشان ما عندناش وقت، يلا بينا نبدا الفيديو. جماعه ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. لو اول مره تشوفوني، انا نورهان محمود، بنعمل هنا فيديوز عن البرودكتيفيتي، بنذاكر مع بعض وفلوجز واي حاجه اتعلمتها بشكل عام. ف if you're interested just subscribe share like comment ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه انا مؤمنه بيها هي المثل المصري الاصيل: ترتيب الشغل اهم من الشغل. ده طبيعي في كل حاجه في حياتك. هتقول بقى انا ما عنديش وقت وما اعرفش ايه، بالعكس، الترتيب والتنظيم هيفوقك ويحسسك ان الدنيا بسيطه عادي، عشان دماغنا دايما الحاجه اللي مش ملموسه بالنسبه لها بتديها اكبر من حجمها. فاحنا لما نحط كل حاجه في دماغنا على ورق ده بيسهل لنا الدنيا جدا. فاول حاجه المفروض تقعد مع نفسك، تمسك ورقه وقلم ابيض كده نظيف، وبعد كده تقعد تكتب ايه هي كل المواد اللي عليك، وتبدا تشوف تفرز كده المواد. انا خدت في الماده دي مثلا 3 محاضرات، فاخدت فيها عادة بيبقوا 6 محاضرات، يعني خدت مثلا فيها 6 محاضرات. طيب ال6 محاضرات دول كام شابتر مثلا؟ طيب انا معايا الداتا بتاعت الحاجات دي ولا لا؟ هذاكر من ايه؟ مش هذاكر من ايه؟ مسجله مثلا ريكوردات ورا الدكتور وانا بحب اسمع الريكوردات، فاقعد اسمع الريكوردات بتاعتهم. عندي مثلا، طب هنكتب في كل ماده ايه بقى؟ تقعد تكتب انا مذاكر فيه ايه وما ذاكرتش فيه ايه. لو انت ذاكرت في الماده دي حاجه اقعد اكتب، طب هنا مثلا انا مذاكره مثلا خدت 5 شابتر بس، فمذاكره اول 2، خلاص يبقى انا هنا عندي 3 شابتر. في الماده اللي بعدها تقعد تشوف انا ورايا في الماده دي ايه، وتقعد تشوف برضه انت وراك ايه ومش وراك ايه. الماده اللي بعدها هكذا وهكذا. فهتقوم من الحاجه دي او من القعده اللي انت قاعدها بتلخص فيها دي فاهم الدنيا اكتر. عندي الماده الفلانيه عندي فيها الشابترين دول بس، عندي الماده الفلانيه المادتين دول بس، عندي دي كده، فاهم قصدي؟ فهيبقى قدامك وعي اكتر وتبقى عارف بالظبط الحاجات سبيسيفيك كده، انا ورايا ايه وايه الدنيا. طيب انا دلوقتي قعدت وفعلا فرغت دماغي على ورق وبقت المواد قدامي وشايف كل حاجه قدامي. طيب ابدا بايه بقى؟ هبدا على اساس 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات دول؟ اول حاجه على حسب الجدول بتاعك، تاني حاجه على حسب اهميه او مدى مذاكرتك لكل ماده من المواد دي، تالت حاجه هتبقى الافضليه بين المواد. ايه الكلام الكبير ده؟ طيب واحده واحده. اول حاجه على حسب الجدول بتاعك. شوف انا ورايا مثلا مواد ايه، خلينا في المواد البسيطه. عندي عربي رياضه انجليزي، الجدول بتاعي همتحن الاول عربي بعد كده رياضه بعد كده انجليزي. ابدا بايه مذاكرتي؟ هاخد من الاخر للاول، همشي الجدول بتاعي بالمقلوب. هاخد الانجليزي الاول اذاكره وبعد كده الرياضه وبعد كده العربي. طيب ليه الكلام ده؟ علشان تستغل الوقت بتاعك. ازاي؟ انا وانا اقعد اذاكر مثلا اسبوع في العربي، بعد كده مش هيبقى عندي وقت ان انا اذاكر فيه بقيه المواد، وهقول لا ده امتحان العربي بعد بكره فانا المفروض هقعد اذاكره. انما لو بدات بالعكس، الانجليزي بعد كده بدات بالرياضه بعد كده بدات بالعربي، فالعربي خلاص انت هتذاكره مره داخل تمتحنه على طول. تمام. تاني حاجه بنذاكر على اساسها هي مدى مذاكرتك لكل ماده من المواد دي. انا مثلا دلوقتي بعد ما عملت الجدول شفت قدامي ان انا مثلا الماده ايه انا مذاكر فيها كويس بس ناقص لي شابترين، الماده بي انا واخد فيها 5 شباتر ومش مذاكر فيهم اي حاجه. فبالعقل والمنطق بيقول ايه؟ بيقول انك تذاكر الماده اللي انت مذاكرها قليل، علشان هتيجي قبل الامتحان تتنفخ حرفيا عشان تعرف تلم 5 شباتر كاملين قبل الامتحان. فشوف ايه هي اكتر ماده انا مش مذاكر فيها، وحاول انك تبدا انك تاخد منها اجزاء وتحملها في الوقت ده قبل ما توصل للوقت اللي بيبقى قبل الميد ترم اللي انت مش هتعرف تلم فيه كذا حاجه. طيب تالت بقى واهم حاجه في كل الحاجات دي، ولو هتلغي اول 2 ولكن اتمسك في اخر واحده، وهي التفاضليه بين المواد. عندنا مواد كتير جدا، عندنا في مواد بتبقى صعبه وتقيله، في مواد بتبقى سهله ممكن قبل الامتحان حتى الفاينل مش الميد ترم تقدر تلمها، بحيث انك بقى تقرا الملزمه. ممكن بتبقى حاجه فيها حاجات حفظ كتير او حاجات مثلا فهم كتير فانت مش مستاهل انك تذاكرها.
فالمواد بقى التانية الصعبة اللي هي محتاجة دش وحفظ وتسمع ريكوردات وتعمل كل حاجة وتقعد تفهم وتقعد تشوف فيديوهات وتعمل كل ده، هي دي اللي انك بجد تبدأ فيها، علشان وقت الامتحان سواء بقى ميد ترم سواء فاينل انت مش هتبقى قادر تذاكر الكم بتاعها الكبير ده. كمان ممكن ما يبقاش كمية اللي هي كمية كبيرة او كتاب كبير، ولكن ممكن يبقى كتاب صغير وفيه كم معلومات رهيبة ومحتاج تذاكر، محتاج يتذاكر كله. فانت اقعد شوف ايه هي اهم المواد اللي عليا. طب هعرف ازاي؟ في مواد بنبقى مثلا خدناها قبل كده، انا عندي المواد مترتبه مثلا على بعض، عندي مثلا اورجانيك 1 و 2 و 3، فانا عارفه مثلا ان الاورجانيك دي محتاجه مذاكره رهيبه، فاقعد اذاكر الاورجانيك دي عشان انا عارفه ان انا في الاخر مش هعرف المها. عندي مثلا ماده مثلا البوليمر دي سهله، فخلاص انا حاسه انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده بس مش عارفه، ماشي ما علينا. ان البوليمر مثلا مادتها سهله او المنهج سهل، فاوكي حتى لو قبل الفاينل انا هقدر المها، وده معناه ان انا برده ما نسيبش كل الحاجات اللي احنا قلناها دي. طيب يا ستي فضيت دماغي وعرفت من كل الحاجات دي، انا هبدا بماده ايه. بعد ما ابدا بماده ايه هعمل فيها ايه؟ بكل بساطه احنا عايزين نعمل ملخص، تعمل ملزمه كده لنفسك بفهمك بدماغك، انا فهمت ايه ما فهمتش ايه، تقعد تكتب الحاجات اللي هي شرح، لو انت عايز تكتب الشرح تكتب القلم الرصاص، لو في مساله صعبه جدا وخدت وقت طويل جدا عقبال ما تفهمها انت كده كده هتنسى. ما تدوس. انا كان بيبقى في مسائل في الفيزياء في ثانويه عامه صعبه جدا وببقى حلتها ومتاكده ان انا حلتها ومختاره الاجابه ومديها لنفسي نجوم وحاجات، وفي الاخر انسى انا حلتها ازاي. فانت في مواد لازم تقعد تكتب كده انا حلتها ازاي. يعني اختصارا لكل ده انت محتاج تقعد تعمل ملزمه تخصك انت لوحدك، الملخص بتاعك. اقعد شوف بقى انت بتذاكر ازاي، بتسمع ريكوردات الدكاتره فاقعد اسمعها عشان بيبقى فيها كلام مهم جدا، لو مش بتسمعها فاسال على جروب دفعتك لو حد بيكتب ورا الدكاتره واقعد لخص الكلام ده، واقعد شوف الملزمه ايه هي الحاجات المهمه اللي فيها، ولكن ما تأفورش قوي، ما تكبرش الدنيا على نفسك عشان تقعد تذاكر. 20% من الكلام اللي مكتوب كله قدامك ده بيؤدي ل 80% من النتائج، فانت وشطارتك بقى تعرف انهي 20% المهمين علشان تذاكرهم. خليك عارف ان مذاكرتك دي مش هتروح هدر، علشان انت كل المذاكره انك بتعملها دي انت كده بتساعد نفسك جدا للفاينل. الميد ترم ما هو صورة مصغرة للفاينل اللي انت هتخشه، نفس دماغ الدكتور اللي بيجيب لك نفس الاسئله، اسئله شبهها. فانت شوف لو جبت فالميد ترم درجه وحشه اقعد مع نفسك قاعده كده وقول لا الماده دي انا هركز فيها عشان الفاينل يكون كويس واقدر ان انا اجيب فيه درجات كويسه. طيب دلوقتي انا عارفه انك مشغول، ولكن انت عليك assignment انك تعرف ايه الفرق بين بني ادم productive وبني ادم بيزي، علشان في الفتره دي احنا كلنا ما بنعرفش نفرق بين الحاجتين دول، ولو عرفت تفرق بين الحاجتين دول كويس جدا اوعدك مش وقت الميد ترم بس، لا في كل اوقات حياتك انك هتبقى شخص جامد جامد جامد. وبس كده، اتمنى لكم يا رب انك تجيبوا احلى الدرجات في الميد ترم، واتمنى لنفسي كمان، معرفش احنا عندنا اصلا لسه ميد ترم ولا عشان لسه بيقرروا، ولكن ربنا معاكم. باي باي. خدوا هنا رايحين فين؟ تعالوا بقى اقول لكم الفرق بين البرودكتيف والبيزي. البني ادم البرودكتيف او المنتج هو اللي بيبقى قاعد مثلا على سيشن المذاكره دي يبقى عارف هو يطلع منها بايه ويطلع بالحاجه دي فعلا، يبقى شغال فعلا، بني ادم منتج. اما البني ادم البيزي هو البني ادم اللي قاعد في وسط المذاكره وقاعد بيتكلم مع ده ومع دي ومع ده ومع دي، وفي الاخر يطلع من كل ده انه ما عملش حاجه، وفي نفس الوقت هو كان مشغول، كل يقول له قوم اعمل كذا، لا انا بذاكر، لا انا بذاكر، لا انا بذاكر، في حين ان هو قاعد ولا بيعمل اي حاجه، هو بس مخلي نفسه مشغول. بس كده، باي باي، ضميري ارتاح دلوقتي.